صباح الجمال، صباح الفل على عيونكم متابعيني عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جايلكم النهارده بطريقه تخليل الفسيخ. جايبه 3 سمكات بوري متوسطين اللي لقيته موجود في السوق بصراحه. اشطفهم زي ما قدامكم كده زي ما انتم شايفين. بغسل الخياشيم من جوه، اغسل الزعانف، اغسل الديل. ما بشيلش القشر، ما بقشروش، بيدنوا بقشره. واشطفه كويس كده تحت الميه. تقعدي تغسلي في الجناب بتاعته كده والزعانف كويس، وتحطيه في مصفى يتصفى. وطريقة سهلة ومضمونة. كفاية ان هو معمول في البيت، ضامنة النظافة بتاعته، ضامنة انتي عاملاه ازاي. وحاجة كويسة انتي عاملاه بايديكي. تشطفيه كويس كده، وتشطفي من عند الخياشيم كويس. اهم حاجة الشطف من عند الخياشيم. تحطيه في مصفى كده يتصفى زي ما انت شايفة. نوقفه كده يصفي ميته، وراح حاطينه موقفينه يصفي ميته. يصفي ميته زي ما حضراتكم شايفين قدامكم كده. كل شويه تخشي تبصي عليه ما ينزل ميته، تروحي كباها توقفيه تاني فتره برضو على ما يصفي الميه خالص، عشان نضمن ان مفيش ميه جوه. زي ما حضراتكم شايفين كده بينزل الميه حمرا. توقفيه تاني برضو شويه كمان. ومعلومة احب اقولها لكم، ان الفسيخ يا جماعة بيتأكسد بسرعة، يعني يتفتح تاكلي على طول. وان هو مدة تخليله 15 يوم. تقفلي عليه كويس، تأكدي ان انتي قافلة عليه تمام. دلوقتي حطيناه ان احنا ينشف في مصفى برضو كده، ونغطي عليه مناديل نضمن النظافة، وسايبينه ينشف. ممكن تشغلي عليه المروحة بدل ما تحطيه في البلكونة، في ناس بتحطه في البلكونة. كنت شغالة عليه المروحة عشان تساعد ان هو ينشف اكتر. تغطيه كده عشان مفيش اي حشرة ولا اي حاجة تقف عليه. جبناه بعد ما نشف يا جماعة. المية دي نتخلص منها برضو، حاجة بسيطة منزلها اهو. ونمسك بقى واحدة واحدة ننشفها كويس جامد. من المية لازم ننشف كويس خالص، ونتأكد ان احنا منشفينه كويس. نتأكد ان هو مفيهوش مية خالص. بالمناديل بتاعة المطبخ بالطريقة دي زي ما حضراتكم شايفين. تفتحي الخياشيم بتاعته تنشفيها برضو من جوه. ننشف السمكة كويس. طول ما احنا واقفين يا جماعة نستغفر ربنا ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونشفنا الخياشيم، نشف جامد بالمناديل بالطريقة دي زي ما حضراتكم شايفين. ننشفه جامد كويس. اهم حاجة طريقة التنشيف دي برضو على عامل مهم. وكده بعد ما نشفناه، جايبين معانا يا جماعة ملح خشن، عليه معلقة كبيرة كركم وورق لورا. وهنبدأ نحشي بقى الخياشيم دي كلها ملح. تحشيها جامد كده ملح خشن. عندك ملح ناعم ماشي، ما ترتبطيش بالخشن يعني. وتحشيها كده وترشي على الملح على السمكة داير ما يدور بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. اهم حاجة ان انتي تحشي الخياشيم ملح كويس، عشان دي اللي بتحافظ على السمكية. ان الملح يبقى مال الخياشيم كده، ده بيحافظ على السمكية معانا. هشيل الخياشيم جامد كده، وبدخل كمان في فم السمكة بحط ملح زي ما انتوا شايفين. بس بقى للأسف السمكية الأولانية دي نسيت احط فيها الورق اللورا. ان شاء الله هحطها في السمكية التانية. نجيب الكاس الخزين بتاعتنا البيضة الحلوة دي، نحط السمكية فيها، نحاول نخرج منها الهواء. اهم حاجة ان انتي تخرجي الهواء. جبنا الاسترتش رول، تلفي جامد كده وانت بتلفي تضغطي تخرجي الهواء. لان اهم حاجه لون ان هو يعني يبقى مقفول عليه جامد، ما يخشلوش هوا. ده انك تخرجي كده وتتكي بايدك على الاسترتش رول وانت بتقفلي فيه بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها دي. ونقفل نعمل الاسترتش برضو عكس عكاس، نقفل جامد، تضغطي تخرجي الهوا. دي اهم حاجه برضو فيه، ان ما يبقاش فيه هوا عشان ما يبوظش خساره. وهو مدته 15 يوم تخليل.
نبدأ بقى تحطيه في برطمان، تحطيه في كيس زي المتاح تحت ايدك حطي فيه. فانا بصراحة روحت حطاهم في كاس زي ما انتوا شايفين، بضغط بخرج الهواء اهو. نحطه في كذا كيس ونقفل عليه جامد ونخرج الهواء برضو، تحطيه في مكان وكل فترة تقلبيه، كل شوية تقلبي فيه من الجنب ده للجنب دوت عشان الملح يعمل فيه كله جميع الاتجاهات. نربط جامد يا جماعة ونخرج الهواء على قد ما تقدري ان انت تخرجي الهواء منه. نقفل كويس جامد عليه يا جماعة، ونروح حاطينه في علبة او في برطمان. مش متاح عندك برطمان حطيه في علبة وحطيه في مكان مظلم 15 يوم. انا فتحت عليه هنا يا جماعة بعد 16 يوم بالظبط، وبصراحة بقيت مقلقة وخايفة يعمل لي ريحة في البيت، بس ما شاء الله والله ما حسينا بأي روايح خالص دلوقتي وانا بفتحه. ما شاء الله والله ريحته طالعة جميلة مش مجاملة والله، جربوه هيعجبكم يا جماعة. انا بفتح عليه اهو ما شاء الله ريحته والله جميلة. فك الاسترتش من عليه حتى اللون ما شاء الله يعني جولد ولونه جميل. كركم مخلي لونه حلو قوي، الورق الراورة عامل له ريحة جميلة وما شاء الله هو مفهوش اي ريحة زفارة ولا اي حاجة. فك الاسترتش زي ما انتوا شايفين، انا كنت مقفله عليه جامد ولفاه جامد عشان الهوا. شايفين لونها عامل ازاي، اللحم بتاعه احمر وجميل وزبده والله، والطعم بتاعه في منتهى الجمال، طعمه جميل جدا جدا. ان عجبكم الفيديو يا جماعه متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. ويا رب الوصفه دي تعجبكم ان شاء الله، يا رب اكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. ونحاول الايام دي يا جماعه ايام غلا، اللي نقدر نعمله في البيت نعمله، نقتصد وما نشتريش الحاجه من بره طالما بتبقى غاليه. يعني الفسيخ ده من بره غالي جدا، احنا نعمله في البيت ونقتصد في المصاريف شويه عشان الغلا. وما شاء الله بتبقى طريقه مضمونه ونضيفه واوفر ما تشتريه من بره، عشان تشتري الفسيخ ده دلوقتي بمبلغ وقدره. فاحنا قلنا نعمل احنا بايدينا طالما احنا بنعرف نعمل. نفتح التانية قدامكم اهو، شاء والله كانت ريحته جميله قوي قوي قوي. يعني كنت انا واقفه وانا بستمتع من الريحه بتاعته. اللي بيحبوا الفسيخ عارفين الكلام اللي انا بقوله كويس. شايفين الجمال واللحم الاحمر الجميل، الله على الجمال والحلاوه. خلاص على عمايلك يا بنتي يا هبه، ايه الجمال والحلاوه دي. كل اللي كان منه كل بطعمه، واهم حاجه عجبتهم ان مفيش زفاره خالص. بعصر الليمون ورغيف عيش بقى واضرب بقى يا باشا بقى. متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه.